في ناس مشيت وسابت وراها لغز ان اغلب النور اللي وصل وهم كانوا موجودين كان طالع من قلب اصلا مطفي. تخيل كده حد بدل ما يقول انا اولى يقسم الحاجة نص بالنص، واكتر حد حزين او بيمر بفترة ألم تلاقيه هو اكتر حد بيضحك. هي معادلة غريبة في الحياة الغريبة اللي احنا عايشينها دي. فأنا مش عارفة هل كل ما بتكون فاضي أكتر كل ما بتبقى قادر تدي طاقة أكبر؟ اعملي لايك وسبسكرايب وتعالى هوضح لك. على مدار حياتي لاحظت الموضوع ده، ان اكتر شخص حزين بيمر بألم او حاجة صعبة قوي في حياته بيبقى اكتر شخص حنون، اكتر شخص بيضحك اللي حواليه، اكتر شخص داعم. وانا مش عارفة الصراحة الاشخاص دي بتعمل كده ازاي، بس هم بيعملوا كده بجد، بيعملوا كده من طاقة حقيقية جواهم بجد، مش متصنعين خالص. وده اللي خلاني الاحظ الموضوع واركز معاه قوي، ازاي انت قادر تعمل كده من وسط الألم اللي انت عايشه ده. هو طبعا الكلام ده مش بينطبق على كل الناس، بس هو موجود. ففكر كده ممكن يكون لايق على مين وبعت له الفيديو ده. خليني احكي لك عن الشخصيه اللي خلتني الاحظ الموضوع ده. كان في شخصيه ما في حياتي المفروض ان احنا بنتواصل معاها، بنكلمها كل فتره، نسال عليها. فانا كنت ببقى حريصه جدا ان انا اكون كويسه 100%، عشان لما اتكلم معاها ابقى انا اصلا كويسه واقدر اقول كلام كويس وابقى داعمه وابقى كل الحاجات الايجابيه يعني. فكانت النتيجه ايه؟ اني بدل ما بتكلم مرة في الاسبوع بقيت مرة كل اسبوعين، مرة كل شهر، يعني الفترة طولت. بس اللي لاحظته بقى ان انا في اخر كل مكالمة او زيارة ببقى انا اللي احسن، انا اللي طاقتي اكبر. فانا ما كنتش بفهم لحد دلوقتي، انا مش فاهمة ازاي هي كانت تعمل كده، ازاي انا ببقى رايحة لها عشان انا اللي ادعمها والاقي الدعم جاي بالعكس. فانا مش عارفة ازاي ممكن حد يكون بيعمل كده. هل ده شيء بالفطرة كده جوانا، ولا دي حيلة الدماغ بتعملها عشان تلهينا مثلا عن الألم اللي جوانا؟ مش عارفة، قولي رأيك كده في الكومنت. أنا من شوية سألتك هل الإنسان لما بيبقى فاضي بيدي طاقة أحسن؟ فأنا أسألك السؤال بالعكس عشان تقدر تفهمه لو ما كنتش فهمته في الأول. هل الإنسان بقى وهو مليان بيخاف يدي الناس اللي حواليه؟ بيبقى مليان إيه بقى؟ مليان طاقة، مليان فلوس، مليان شغل، مليان بقى حاجات حلوة كتير، فبيخاف الحاجة دي تنقص وبيعمل حسابه قوي فبيدي منها بحساب. فعشان كده الشخص المعطاء بيبقى في أضعف حالاته. اصل انت لما بتبقى في اسوأ حالاتك بتكتشف ان اهم حاجة مش رصيدك في البنك ولا الفلوس اللي انت محوشها، اهم حاجة هي الحاجة المعنوية اللي انت فقدتها. مثلا حد خسر شغله بموقف وحش قوي، فقرر ان هو يقعد مع الناس اللي حواليه ومع اصحابه ويحكي لهم الموقف عشان يتعلموا منه وما يكرروش غلطة. ممكن كمان موضوع يبقى اوسع من كده ويشارك على السوشيال ميديا او على لينكد ان مثلا ويحذر الناس من الشركة دي او الشخص ده، فهو كده برضو شخص معطاء. هنا أدرك إن العطاء عنده أو القيمة دلوقتي عنده مش في شغله، هو كده دلوقتي فاضي من الشغل بس هو مليان إدراك للقيمة أو للموقف اللي حصل، عنده حاجة ممكن ينفع بيها غيره. الموضوع ده بيمر في حياتنا كتير، ويمكن انت تكون مريت بموقف زي ده. بس كمان الموضوع بيبقى أكبر لما بتبقى مجموعة كبيرة من الناس مشتركين في وضع معين زي الوضع اللي في غزة. الحقيقة إن على مدار السنتين اللي فاتوا دول اتعلمت حاجات كتير قوي. لو انت شخص ما تعلمش اي حاجة من الاحداث اللي حصلت دي، انصحك ان انت بس تقعد وتراجع كده اللي حصل، ولازم تطلع على الاقل بدرس واحد. المهم من الحاجات اللي انا لاحظتها ان الاشخاص اللي هناك دي هم مش بيمروا بألم عادي او موقف صعب، هم في قمة الحاجات الصعبة، ولو في قمة اكتر من لو في حاجة اصعب من كده اتمنى ما اشوفهاش. فهم قرروا من وسط كل ده ان هم يكونوا مصدر عطاء، مصدر امل، مصدر ثبات للناس اللي حواليهم. انا مش عارفة ده حصل ازاي وما اعتقدش ان ده عن قصد، بس هو ده اللي حصل. زي ايه مثلا؟ اول حاجة خطابات ابو عبيدة كنت بحبها جدا، كنت بحس ان هي بتثبتني مع ان انا مش بعمل اي حاجه. كل لما بحس ان خلاص مفيش حاجه هتحصل بلاقيه بيطلع وبيتكلم توقيت
الوقت اللي بيختاروه مناسب لكل حاجة. كانت خطاباته مهمة قوي، وكانت بتطلع أمل كده من وسط النار اللي احنا كنا شايفينها. تاني حاجة مشاهد المقاومة وهم بيسلموا الأسرى، كانت مشاهد رهيبة، مشاهد سينمائية مدروسة. فاللي هو ازاي الشخص اللي بيقاتل من نقطة صفر هناك ده هو الشخص اللي بيصور وحاطط كل تفصيلة عشان تظهر في المشهد كده، حاجة جبارة. فده كان مصدر عطاء. كان بيقولوا ان احنا الشيء اللي مستخدمينه ده معناه كذا في الوقت كذا، وان احنا اقوى بمراحل من كذا، ما حاجة ملهاش تفسير. والمشهد بقى اللي انا عمري ما هنساه، مشهد السنوار وهو في آخر لحظة في حياته، لما كانت الدرون كانت داخلة بتصور حطام مبنى وهو قاعد على كرسي مضروب بالنار في كل حتة، وهو عارف ان دي آخر لحظة في حياته. هو قرر ان آخر نفس فيه هيعمل حاجة مش عشان يتقال عليه واو، هو عشان عايز يعمل حاجة. هو بيثبت لنفسه ان لسه في ايده حاجة يعملها، وعملها. كان في عصاية في ايده رماها بآخر نفس تنفسه، آخر جزء من روحه. الموقف صعب قوي. طيب سيبك من المقاومة كلها، المقاومة دي ناس جامدة جدا، فخلينا نشوف الناس اللي زينا عادي، يعني اللي على رأسهم الصحفيين والمراسلين. قرروا ان هم الناس كلها تبقى بتجري من صوت الضرب، ان هم يجروا في اتجاه الضرب عشان ينقلوا اللي حصل، عشان يقولوا في حاجة بتحصل هنا، عشان يوثقوا اللي بيحصل، عشان محدش ينسى. الناس دي استشهدت ناس من أهلهم وقرروا يكملوا شغلهم في نفس اللحظة. قضوا آخر لحظات حياتهم للأسف في وسط كل ده. أنا مش عارفة المفروض أقول للأسف ولا لأ، بس سيبك برضو من الصحفيين، الناس بقى اللي زيه وزيك بجد، اللي قرروا من وسط كل اللي بيحصل إن هم يكملوا. أنت لو متابع الأخبار هتلاقي إن في نتائج الثانوية العامة ظهرت، وفي شباب جايبين مجاميع. معنى كده إن هم كانوا بيدرسوا في وقت ضرب النار ده كله. أنا شفت شخص ناقش رسالة ماجستير بتاعته في إدارة الأعمال من وسط الخيمة. فالعطاء في كل المواقف دي كان ايه؟ كان فلوس؟ لا. كان اكل؟ لا. كان شغل؟ لا. العطاء هنا كان ثبات على الموقف، ثبات على المبدأ، ثبات على الحق. فاعتقد الرسالة وصلت من غير ما يقصده، او يمكن يقصده. فانا مش عارفة هل ده طابع كده جوه الشخص، ولا دي حاجة نادرة، ولا دي حاجة بتطلع من الموقف، ولا حاجة بتطلع لما بنتحط كلنا في ألم جماعي. اعتقد ان الاجابة خليط من كل ده. يعني اللي بيخلي الشخص يعمل كده في المقام الاول هي انسانيته، ان هو عايز يكمل وعايز يقول ويثبت ان انا لسه موجود، وان انا لسه قادر اعمل حاجة، مقرر بارادتي الحرة ان انا اعمل حاجة كويسة. طيب دلوقتي المفروض انك تعمل ايه؟ انك تكمل، انك من وسط الالم اللي انت حاسس بيه دلوقتي، من وسط الفقد، تكمل. تستغل الالم ده كأنه بنزين بيحرك، عشان الحياة مش بتقف، ولازم تكمل. وانت كمان لازم تكمل فيها بالحاجة اللي تقدر تعملها والحاجة اللي في ايدك دلوقتي. فشوف انت ممكن دلوقتي تقدر تعمل ايه. السؤال الأخير بقى، أنا عارفة إني سألت كتير، إيه الحاجة اللي اديتها لحد في وقت كنت في أسوأ حالتك فيه؟ شاركني الإجابة في الكومنتس. متأكد أنت عامل سبسكرايب عشان تشوف الفيديو الجاي، وشكرا أنت شفت الفيديو الغريب ده لآخره.